أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم استاد الإسكندرية. رجعنا الموسم الجديد الحلقة اللي فاتت وجالنا تعليقات في حاجات كتير جدا من الكلام اللي اتكلمنا فيه الحلقة اللي فاتت، لكن احنا زي ما وعدناكم مستمرين في الحلقات المختلفة وهنرجع تاني للحلقات اللي انتوا تحبوها. انا حلقة النهارده حلقة تحليلية مع واحد من الناس اللي أنا اتعلمت منهم أصلا يعني إيه كرة قدم، ولكن انتوا عارفين طبعا الحلقه من النوع ده بتبقى ماشيه ازاي، ومع نجم كبير واسم كبير زي الكابتن محمد نور اللي يعني هو مرجعيه حقيقيه لينا في كل حاجه لما بنتكلم عن كره القدم. وبجد انا شخصيا بستنى الحلقات دي استمتع بيها بشكل كبير، ده الجزء الاكبر في حلقتنا النهارده. لكن طبعا زي ما احنا عودناكم كده في النظام الجديد عندنا فقره بانوراما الرياضه وتحليل الاستاذ طارق اللي انتوا بتصروا عليه انه يقعد يحلل بعض الاخبار، فانا هاثقل عليه كده زي كل مره اقعد اقول له لا هتحلل الخبر ده، هنتكلم في الموضوع ده. نور الدنيا يا استاذ الله طارق. يخليك. يعني كالعاده الناس بتستنى بقت خلاص عاجباها فقره الكواليس والتحليل والكلام ده، فمضطرين نضيفها كده كل مره لان الناس بتطالبك دايما ان انت تتكلم في كل الموضوعات دي. نور الدنيا، وان شاء الله حلقه النهارده كان مختلفه بوجود الكابتن محمد نور. طبعا الكابتن محمد نور هيساعدنا، وزي ما بقول كل مره نضغط عليه عشان لازم يجي ويحضر. وبعد مسؤوليات. طبعا اه. هو النهارده يعني خد بالك كان من اكتر الاخبار اللي اسعدتني ان هو يتولى قطاع الناشئين في طبعا. نادي الاتحاد، لان انا عارف وانا عايز ان الجمهور كمان يصبر ويستنى، لان هو هيمشي بخطوات واحده واحده هيقدر يبني قطاع قوي ناجح. مفيش حاجه هتتم في يوم وليله. وابن النادي ونجم طبعا النادي، طبعا. الاسم ومخلص للنادي والمخلص وبيحب النادي الشديد وبيحب للنادي. جمهور النادي، وجمهور النادي بيحبه، راجل محترم جدا جدا. وانا اتمنى ان الجمهور يسانده ويقف معاه والاعضاء ومجلس الاداره، لان احنا هنجني ثمار وجود الكابتن محمد نور مع نادي الاتحاد. بس انتوا حاشكوا التحليل بتاع الكابتن محمد نور، عارف ان هو مشغول في قطاع الناشئين وعنده مسؤوليه الله يعينه، وعايز اقول لكم جايبينه قهرا النهارده كالعاده. استاذ طارق ضغط عليه كالعاده عشان يجي، لكن الناس بتحب تسمع الكابتن محمد نور في التحليل وهو بيتكلم عن الكوره وبيتكلم عن المستقبل، بيتكلم عن اسئله لازم يتم الاجابه عليها فنيا وعلميا، لان الحاجات اللي احنا بنسمعها اليومين دول كلها اراء. تعالى بقى نسمع راي الفن والراي الفني والراي التحليلي مع الكابتن محمد نور، لكن ندخل على بانوراما الرياضه ونرجع خبرين ثلاثه وبعدين نستقبل الكابتن محمد نور. هذا البرنامج برعاية ماكس مارين للتوكيلات الملاحية والخدمات البترولية، مع تحيات القبطان هاني عبد العزيز. وانت واقفة قدام الرف وبتختاري لأكلك وأكلة بيتك، سألتي نفسك السؤال ده قبل كده؟ العلبة دي أصلها جاي منين؟ من الزبدة الطبيعي؟ أصلها بسيط وسهل، حليب صافي من بقرة متغذية من الطبيعة للمزرعة لبيتك. أما البديل الصناعي فأصلها آلة تصنيع، زيوت نباتية مكررة بتمر بمعالجة كيميائية عشان تاخد شكل ولون الزبدة بس. فرق المكونات هو فرق صحة ولادك وعيلتك. الطبيعي بيغذي جسمهم فيتامينات صحية سهلة الهضم، لكن الزيوت النباتية المهدرجة بتزود نسبة الكوليسترول الضار في الجسم اللي بتأثر بالسلب على القلب والشرايين. عشان كده السر مش في الشكل الحلو من بره، السر في انك تقري المكونات بنفسك. لو لقيتي مكتوب دهن نباتي أو خليط من دهون نباتية، اعرفي إنها صناعي مش طبيعي. ارجعي للطبيعة مع صقر للصناعات الغذائية، لأننا خبرة أكثر من 30 سنة من الثقة في تقديم الزبدة النيوزيلندية الطبيعية الأصلية لكل بيت مصري. مش كل اللي شكله زبدة يبقى زبدة طبيعي. اقري المكونات على جوه واعرفي انت بتختاري ايه لأهل بيتك. أجريكا كيميكال للأسمدة، دكتور محمود ماجد.
البانوراما للناس اللي ما شافتش الحلقه اللي فاتت، احنا بنجيب مجموعه من الاخبار نحللها بشكل سريع كده ونقول يعني راي الاستاذ طارق في الموضوع بشكل عام بشكل سريع. في الحقيقه احنا عملنا ده بشكل في اكتر من خبر الاسبوع اللي فات. هي المشكله فين بقى؟ المشكله في التعليقات. احنا لقينا حاله من الانقسام ما بين مع وضد اللي احنا بنقوله. يا جماعه احنا هنا مش بنصنع الخبر، احنا بنقول لكم بانوراما الرياضه الخبر وبنحلله. هديكم مثل بالخبر اللي جاي اللي هو اول خبر معانا وهو خاص بالنادي الاولمبي. احنا اتكلمنا عن ازمه موجوده في النادي الاولمبي باخبار واضحه، وجلسه حصلت ما بين دكتوره صفاء الشريف يعني وكيل وزاره الشباب والرياضه وما بين اعضاء مجلس اداره النادي الاولمبي، وده بيقول ان في مشكله وان في حاجه موجوده، واتكلمنا والاستاذ طارق بيبقى عنده دايما المعلومات. طيب ناس قالت لنا لا احنا مش عارف ايه والموضوع لا في بعض الناس يعني لا. طب تعال اهو خبر تاني في ده بيان رسمي من مجلس اداره او صادر عن مجلس اداره النادي، وبيتكلم عن ان لازم يبقى في تواصل مستمر لان في بعض، انا بلخص لكم الموضوع، وبعض الشائعات والموضوع ماشي بالطريقه دي، وما ترجعوش غير المصدر الرسمي اللي هو الصفحه الرسميه للنادي الاولمبي اللي هو في مجلس الاداره اللي احنا كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات ان في مشكله ما بين بعض اعضاء. طب ما هو يعني نرجع تاني لنفس النقطة ده ردا بس على الكلام اللي جالي على صفحة البرنامج. طيب اخد رأيك يعني استمرارية الكلام على ان في ازمات وفي اخبار بيتم نشرها وفي صفحات والموضوع ماشي بالطريقة دي. هو مش احنا اللي قلنا، ما هي كنت الوزاره كانت جايبه المجلس ليه؟ بالظبط. يشربوا شاي وقهوه؟ يعني كان جايباهم ليه؟ واخد لك يعني النهارده جايباهم عشان في مشكله وفي ازمه وفي خلاف وفي شكاوى متبادله، فهي قاعده كانت بتصفي بينهم. طيب احنا قلنا ايه؟ طب يا رب ان يحصل صفاء بين المجموعه وان هم يحطوا ايديهم في ايدين بعض وكلنا نقف مع النادي الاولمبي عشان النادي الاولمبي يستعيد مكانته وقدرته ووضعه تاني من جديد ويبقى من اكبر انديه اسكندريه زي ما كان. هو ده الملخص اللي حصل. هل انا النهارده احط راسي في الرمله واقول لا انا ما عنديش مشاكل؟ تبقى ده خطأ. هنا المشكله. طبعا انا لازم اعترف انا عندي ايه خلافات وبتاع. طيب انتوا احتويتوا الخلافات، ده جميل، حاجه حلوه جدا، وكلنا معاكم وكلنا بنساندكم وكلنا بندعمكم عشان النادي الاولمبي يستعيد مكانته. صح. انما الخطأ لو انت اخفت ان ما عندكش مشاكل وانت اساسا المشاكل مستمره. مظبوط. طيب عشان برضو الوقت النهارده يبقى كله الكابتن محمد نور. الخبر التاني برضو هتلاقي ان احنا اتكلمنا في موضوع موجود وهو ازمه موجوده جوه نادي سبورتنج واضحه للجميع، والازمه دي الناس قعدت تقول لنا يا جماعه طب ما هو رئيس النادي طلع عمل فيديو كامل ردا على الكلام اللي فيه جزء منه احنا طرحناه في الحلقه وفي جزء منه اتكلمنا فيه هنا، وكان على نفس السياق. بعض الناس لسه بتنتقد فكره وجود الشركه. طب الشركه دي هتعمل ايه؟ طلع استاذ احمد حسن في الحقيقه وعمل فيديو، انا شايف ده، والراجل انا شخصيا بحب الردود، يعني احب ان المسؤول يطلع يرد. انا مش هدي رايي لان انا دايما ما بحبش اقول رايي، لكن لا، فكره ان احنا نبتدي نرد ونتكلم مع الناس ونوضح لهم الحقائق. هل لسه في ناس تفضل معترضه؟ في ناس تفضل معترضه، لكن في النهايه اهو ما هو رد على الناس. بعض الناس بقى ما تتكلموش في الموضوع. طب ما هو عايز اقول لك في عندي تفاصيل مش وقتها اللي تتقال، تمام، لكن هنقولها في وقتها، تفاصيل تبين لك الامور ماشيه ازاي في القصه دي كلها. والتفاصيل دي هنتكلم فيها في حلقه عشان الناس فاكره ان احنا ما بنتكلمش يعني في حاجات لا في تفاصيل، واخد بالك؟ يعني ده قال ايه وده قال ايه وده قال ايه، ده هيبقى باين معاك بالورق. حلو. بالورق والبيانات يعني الرسميه كعادتك. واخد بالك انك انت هتشوف الامور ماشيه ازاي. طيب. وده الافضل عشان الناس تبقى عارفه، مش احنا اللي بنقول بقى الورق اللي هيقول. طيب. نروح برضو لخبر اخير بقى، سموحه. انا فرحان بالخبر ده، هو خبر يعني عادي جدا وخبر سريع جدا، خبر رياضي بقى، الحاجات اللي انا بحبها. ارجع تاني للاخبار دي، مش هقعد اتكلم في المشاكل، اتكلم في البطولات والانجازات. نادي سموحه في الحقيقه اسيل اسامه بتصنع التاريخ، اول ميداليه لمصر في تاريخ بطوله العاب العالم لالعاب القوه تحت 20 سنه، اول ميداليه ذهب تتحقق في تاريخ مصر في العاب القوه تحت 20 سنه. اللي جابها مين؟ اسيل اسامه بنت اسكندريه، مش هقول بنت سموحه، يعني انا مش هقول بنت سموحه، طبعا ناس سموحه احتفل بيها وطبعا سعداء جدا بيها وكرموها، لكن اسيل بنت اسكندريه
هو ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه، واحنا النهارده في الخبر ده بنبارك لأسيل. لا، هو اللي قبل ده بقى كله اللي حصل ده، هل اجتهاد لاعبة ولا جهد مدير فني ولا اهتمام وطفرة من النادي للعبة؟ صح. انا عايز الثلاثة، عايز التلاته موجودين، يبقوا موجودين. ولو النهارده افترضنا ان القدر والصدف والمهارة بتاعت بنتنا عملت النجاح ده، ارجوكم في نادي سموحة اهتموا بيها جدا وركزوا عليها، وركزوا على الالعاب القوه، لان هتجيب ميداليات كتيره جدا، زي ما هم مثلا في انديه كتيره بتركز في السباحه، تركز في الاسكواش، وده حاجه جميله. احنا عايزين نهتم بالالعاب الفرديه، لان مثلا احنا كنا بنتكلم عن النادي الاولمبي، النادي الاولمبي كان مصنع للابطال في الملاكمه والمصارعه. صح. انا عايز الكلام ده يرجع يا جماعه، الالعاب الفرديه دي مهمه جدا. فاحنا بنهني بنتنا بالمكسب ده والفوز الكبير ده اللي اتحقق، وبتمنى ان نادي سموحه ان هو على راسه راجل المفروض ان هو واحد من اعلام الرياضه، ومعاه واكاديمي طبعا الدكتور محمد بلال، ومعاه الدكتور عمر الغنيمي، والمجموعه المجلس هايله جدا. فانا اعتقد ان هم لو اخذوا بالهم من موضوع العاب القوه ده هيحققوا نجاحات كبيره جدا. واحنا ان شاء الله يبقى لنا حلقه مع اسيل، على فكره هنجيب لكم اسيل في حلقه ان شاء الله قريب على الهوا هنا في البرنامج، نحتفل بيها ونحتفل بكل ابطالنا اللي بيرفعوا اسم مصر. تعالوا نطلع الفاصل بقى، نروح للجزء اللي انا مستنيه، الحته اللي انا مستنيها في الحلقه. انا جاي النهارده لابس الكرافته وجاي عشان الكابتن محمد نور جاي، انا بتكلم بجد، انا جاي علشان كده، لان زيارته عزيزه وهو عزيز. فتعالوا كده نطلع الحلقه دي، نطلع الفاصل ده ونرجع نقابل الكابتن محمد نور.